من أسوأ العادات في بعض المناطق في يوم الأضحى أنهم إذا ذبحوا أضحيتهم يتناول بعض الشباب شيئا من دم الذبيحة يتمضمضون به، وهذا حرام، بل هو من المحرمات المغلظة. تناول أو شرب الدم بأي طريقة كانت حرام، بأي طريقة كانت حرام، بنص القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فهذه الآية في غاية الصراحة في تحريم الدم، ومع ذلك يأخذه بعض الشباب وبعض الناس يتناولونه ويتمضمضون به بحجة أنه يقوي الأسنان أو يقضي على التسوس الموجود في الأسنان، وهذا غير صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ويقول تبارك اسمه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فتناول الدم يعتبر فسقا وهو رجس أي نجس، لأنه يعتبر دما مسفوحا، ولا يستثنى من الدم إلا الكبد والطحال، كما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الدمان فالطحال والكبد. فتناول الدم أو شربه أو التمضمض به عادة سيئة من أقبح العادات وأخسها، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى.